خلق في الدنيا لعبادة الله تعالى وطاعته بما شرع، فلا ينبغي أن يشغله عن هذه الوظيفة شاغل. فلذلك التكاثر في الدنيا والتنافس عليها والاغترار بزينتها كل هذا مما يضعف الهمة في الطاعة، ومما يشغل عن الواجب، ومما يحمل على التأويل باستحلال الحرام وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال: أخشى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، أو أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا فيه الاعتبار بما جرى الماضين وأخذ الدروس من هذا، وأنه خطر عظيم. فالدنيا جعلت مزرعة للآخرة، يزرع الإنسان فيها ما ينفعه في الآخرة، فلا بأس من طلب الكسب الحلال من غير استكثار، ولا بأس من الإنفاق في الوجوه المشروعة. كل هذا إذا اقترن بالنية الصالحة فهو يكون من العمل الصالح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الفقر، وكان يحذر من زينة الدنيا وفتنتها.